قبل كم يوم كنت قاعد أسوق بالليل. الزحمة خفت، الصوت خف، لكن في راسي أفكار ما تخليك ترتاح. فجأة شد انتباهي لوحة إعلانية ضخمة للفيلم One Battle After Another. دخلت السينما في نفس الليلة وقلت مع نفسي خليني أشوف وش يخلي الناس تقول إن هذا فيلم شخصي وسياسي وفي معركة بعد معركة. الفيلم يبدأ بمشهد ثار فيه الناس على الظلم، حركة ثورية اسمها فرنش 75. أشخاص كان يسوون عمليات جريئة ضد مراكز اعتقال، ضد العنصرية، ضد السلطة اللي تسرق. واحد منهم الرجل اللي كان ثائر قديم صار الآن يعيش بهدوء نسبي، مختفي عن الأنظار، يحاول يكون أب صالح، يحاول يكون حماية لبنته، لكن الماضي ما يرحم. يوم يظهر العدو القديم والماضي اللي نسيته أو تحاول تهرب منه يرجع يأثر عليك، خصوصا لما تكون عندك بنت تحبها وتحاول تحميها من الفوضى اللي وراك. وسط كل هذه الفوضى الفيلم ما يخليك بس تتابع انفجارات ومطاردات، يخليك تحس بثقل القرار. هل بتضحي بأمانك الشخصي عشان تكون عون للي تحبهم؟ هل تقدر تكون أب أو أب بديل رغم أنك عارف أنك تحمل أثقال كثيرة؟ الفيلم يصور اللغة هذه بواقعية مرة. الخوف من أنه بنتك تشوفك ضعيف، الخوف من أنك تسوي الأمان أو تفرض الأمان بالقوة ولكن تخسر الراحة النفسية لك ولها، الخوف من أنك تكون قائد ثورة يوم لكن اليوم مجرد أب يحاول يسمع صمت البيت، ويخاف أن الماضي يرجع يقتل اللحظة اللي أنت فيها. أما الأماكن اللي يخليك تحب الفيلم أكثر هي التفاصيل الصغيرة اللي تخلي الثورة تظهر موش بس كمشهد أكشن، لكن كمعتقد، كغضب، كوجع، كمقدار من الأمل. مثلا لما يكون في مشهد في مخيم اعتقال والمظاهر كلها عن الظلم والطغيان، لكن تظهر رجفة زرعها الضحك، كلمة ترددها امرأة، نظرة طفل، كل هذه الأشياء تخليك تحس أن الثورة ما هي مفهوم نظري، هي شعور ممكن يكسرك وتقدر تكسره. وفي خضم هذا كله صار عندي موقف أضحك عليه حتى الآن. كنت في السينما بيننا مجموعة أصدقاء، واحد منهم جاتها بكية شوي لأنه تأثر بالمشهد اللي فيه العدو يعيد ظهوره بعد 16 سنة، والثاني يقول له يا أخي كأنك تشوف مقطع من الأخبار بس من نسختها التشويقية. المهم أنه لما يطلعون من السينما تهزه المشاهد ويبدأ يسأل لو صار لي نفس الموقف هل أروح أقاتل ولا أخلي الماضي ورا ظهري. بس الضحك عندي كان من الموقف الثاني. في مشهد الشخصية الرئيسية تلبس روب مثل البيجامة تقريبا، وكان حتى لما تكون في قلب المعركة يحاول يكون مرتاح أو شيء مألوف، زي كأنك تلبس راحتك المنزلية وانت تحارب. هذا التناقض يخليك تضحك شوي وتفكر تقول يا أخي حتى الثوار يحتاجون راحة، حتى اللي يرفع الشتقن وهمه أكبر حاجة أكبر حاجة في القلب يحتاج يلبس روب ويجلس ويتابع شيء. الفيلم يحمل معاني قوية إن الثورة ما تنتهي بانتهاء المعركة الأولى، لأن المعركة الأولى غالبا تترك وراها أسئلة، أخطاء، كارما. المسؤولية كبيرة خاصة تجاه اللي تحبه، تجيك فجأة وما تقدر تختار متى تنتهي المعركة وانت فيها. والماضي مو بس شيء نعيشه، لكنه شيء يقرر مصيرنا إذا ما واجهناه بشكل صحيح. الأمل بأنك تكون أب قوي أو حامي مو ضعف، حتى لو كنت خايف، حتى لو تدري أنك ممكن تخسر أكثر من أنك تكسب. وعقب ما تخلص الفيلم طلعت من السينما وأنا قاعد أفكر لو كنت أنا مكان هذا الأب هل بكون قوي ولا الخوف الذنب من الماضي بيخليني أتردد؟ هل ممكن أن الواحد يعيش رغم الجرح رغم العدم؟ وهل في يوم يكون فيه السلام النفسي برتاح من هذا الشيء للأبد؟ لما العدو القديم يطلع هل أفضل المواجهة حتى لو تألمت أو أختبي قدام لحظة الألم؟ وهل الثورة تستحق أن تكون حياتك كلها؟ هل تستحق أنك تختار بين الأمان وعلاقة القلب مع بنتك أو علاقتك العاطفية مع بنتك؟ وإذا يوم طلبت منك تختار من أنك تنقذ المجموعة أو تنقذ أحد عزيز لك، وش بتسوي؟ هذا فيلم مو بس فيلم أكشن أو إثارة، هو مراية للماضي، مراية للمستقبل، ومراية للأخطاء، مراية للأمل اللي رغم كل شيء ما يموت، أو على الأقل يشق الطريق ليظل ضوء في نهاية النفق. عموما هنا وصلنا نهاية المقطع. أتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا اللايك، شير، سبسكرايب، فعلوا جرس التنبيهات. نشوفكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم.